عمرك قلتي مع راسك علاش انا ما عنديش النفس باش نقدر نبدا اولا ندير واحد الحاجه جديده في حياتي؟ ولكن الحقيقه يمكن المشكل ماشي في انه ما عندكش النفس باش تقدر انك تبدا. بزاف ديال الناس يكونوا كيتسناو الحماس، لا موتيفاسيون، هذاك لو مومون بارفي ولا هذاك الوقت المثالي اللي يقدروا انه يبداو به واحد الحاجه جديده. وتيقول الانسان مع راسو غادي نبدا الرياضه، غادي نبدا باغ اكزومبل نقرا شي كتاب، غادي نقدر نبدا انني ندير واحد المشروع جديد، ولكن فينالمون تيلقى راسو ما دار شي حاجه. ولكن واش عارف بان الدراسات بينت على ان التحفيز كيمشي وكيجي، ما كيبقاش ستابل. باغ كونطخ الاستمراريه والانضباط كتعتمد على حاجه اخرى، كتعتمد على لو فيت انه الدماغ ديالي كيستهلك طاقه ومجهود على كل قرار انا كناخذه. هذاك الشيء علاش اشاك فوا كنبغي نبدا واحد الحاجه جديده كيكون الامر شويه صعيب عليا. باغ كونطخ الا دخلتها كعاده وبديت كنعاودها كل نهار، فهنا الدماغ ديالي كيولي كيستهلك واحد الطاقه قليله. بحال فاش كنجي كنغسل سناني باغ اكزومبل، ما كنبقاش اشاك فوا نبقى نفكر انني واش غنديرها ولا لا، فكنبدا كنديرها واحد لا مانيير اوتوماتيك، كنبدا كنديرها بلا ما كنفكر. الناس اللي كيتميزوا بالانضباط ما كيعنيوش انه راه عندهم حماس اكثر منك، ولكن كيكونوا كيتميزوا انهم كيكونوا بداو واحد الوقيته في حياتهم عادات صغيره والتزموا بها. هذاك الشيء علاش فاش كيبغيو يبداو شي حاجه جديده ما كتجيهمش صعيبه بزاف. فالنجاح هنا ما كيبداش بالضروره بالحماس، النجاح كيبدا بواحد العادات صغيره كنبدا كنبنيها وكنبدا كنكررها حتى كتولي جزء منك. بلا عندك شي كيستيون في هذا الموضوع اكتب لي في لي كومونتير.